ازاي اللحمه ما تفرطش منك جوه الرقاق؟ انسى اي صينيه رقاق ممكن تكوني كلتيها في حياتي. صينيه رقاق من الاخر الريحه لا تقاوم. شوفي كده، دي بقى احلى صينيه رقاق ممكن تاكليها في المجره كلها. سامعه الخروشه والقرمشه دي؟ الله 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 الله، هو ده العظمه. انسي بقى. في تركايه بتاعت الشيف. مبدئيا حابب اشكركم على فيديو الكوارع بتاع امبارح، طلعنا ترند في اول 3 ساعات عدينا المليون ما شاء الله. قلنا تركات مهمه جدا من اول السلق لحد التسويه. بشكركم من كل قلبي، كل واحد عمل لايك او شير او كتب تعليق حلو. يا رب دايما نكون قد الثقه ونقدم لكم كل حاجه بتحبوها. تعالوا بقى نخش مع بعض في صينيه الرقاق اللي مش هتاكلي زيها في المجره كلها. بفرم بصل بالسكينه مش بالكبه، وبعد ما بيتفرم معايا ويبقى تمام التمام بحط قرن فلفل سبايسي، ده اختياري مش اجباري، بيدينا افتر تيست للسبايسي كده من بعيد. جزرايه مبشوره هتديني تيست حلو قوي وتسكيره حلوه قوي في العصاك بتاعي، وهتخلي صينيه الرقاق ديت غرام. طيب بعد كده بنحط شويه زيت وانزل على طول بالبصل يا باشا، وقلبي لي البصل دوت. وخدي بالك البصل لو اتحرق منك او غير لونه هيديكي تيست مش احسن حاجه، فلازم البصل يكون لونه شفاف بالمنظر ده. انزلي على طول بفصين من التوم الطازه، وشوفي لي جمال اللحمه بتاعتنا وهي نازله في قلب البصل بتتدلع. قلبي لي اللحمه ديت تقليبه كويسه لغايه ما توصل معاك لدرجه اللون بتاعت التسويه. وهنا بمجرد ما اللحمه بتستوي معايا بننزل بالجزرايه المبشوره، بندلعها كمان بقرن فلفل سبايسي، ده اختياري مش اجباري. وبعد كده بنقلبهم تقليبه محترمه. بمجرد ما بيتعرفوا على بعض والجزر بيخش جوه اللحمه واللحمه بتخش جوه الجزر والفلفل وبيبقى كله تمام التمام، بنوسع سكه كده، والدهون اللي نزلت من اللحمه ديت بحط عليها معلقتين دقيق، وقلبي لي الدقيق دوت كويس قوي لغايه ما يستوي معاك عشان بعد كده ما يعملش معانا مشاكل في الهضم. وبعد ما بيستوي في الدهون بتاعت اللحمه بنقلب اللحمه ونعرفهم كلهم على بعض، وكده اللحمه بتقول لي فين صينيه الرقاق يا حديدي. بنسيح 3 4 معالق من السمنه البلدي، واللحمه بتاعتنا جاهزه المرقه بتاعتها وتمام التمام. بنحط عليهم معلقتين من السمنه وشويه حليب ونقلب، وكده المرقه بتاعتي جاهزه. وبنظبط وبنهيئ الصينيه بتاعتنا او الطاجن البايركس اللي هيخش الفرن على حسب حضرتك هتستخدمي ايه. بنهيئها كده بالسمنه البلدي. وصينيه رقاق يا جماعه يعني برضو رقاق بلدي، خدي بالك. وتعالوا نسقسق رغيف الرقاق بالشوربه اللي معموله باللحمه البلدي اللي كلها منكهات، واخده قرنفل وحبهان وورق غار، روعه الروعه. واخده كمان السمنه البلدي والحليب عشان خاطر يطرى معايا من جوه ويبقى كريسبي ومقرمش من بره. بنحط رغيفين من تحت، وبنحط الحشوه العظيمه اللي عملناها مع بعض من شويه في النص، ورغيفين من فوق. بستخدم جبنه موتزاريلا روما. جبنه موتزاريلا روما طبعا اللي حابب، انا عامل اعلان او ريفيو ليها على الصفحه بتاعتنا، من انضف انواع الجبن اللي ممكن تستخدميها في الحشوه بتاعتك. وبنعيد نفس السيناريو بالظبط، بنحط رغيفين رقاق من فوق وبنسقسق كده بالسمنه البلدي. والفرن عندي والع على درجه حراره 250 من غير الشوايه، وتاكلي احلى صينيه رقاق. اللحمه مش هتفرط منك، وهتعتمدي وصفه العصاج اللي انا وريتها لك دلوقتي عشان تاكلوا احلى صينيه رقاق معموله بحب وغرام. الف هنا وشفا عليكم. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبفكركم تاني تكتبوا لي كومنتات لان ده بيدعمني جدا. بشكركم مره تانيه، ويا رب دايما اكون قد الثقه، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، واسيبكم في حفظ الله. سلام عليكم.